بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين. معكم الشيخ عرفة عبد الستار، متخصص في علاج السحر والمس والحسد، ولأكشف لكم العالم الآخر وما يدور فيه. من فترة كان والموضوع ده بقى ترند يعني على السوشيال ميديا، الفتاة بتاعت الشرقية اللي أكلت بنتها. البنت دي اتعرضت علينا، تمام، واشتغلت معاها وبينت ان عندها مس عاشق. المهم اهلها ما تقبلوش الموضوع وودوها الدجالين والسحرة والمشعوذين، وراحت هنا وراحت هنا. فالبنت دي او الفتاة دي كان عندها طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وكانت ما بتحبش حد في الدنيا قد بنتها. يعني بص، ممكن تفدي بنتها دي بروحها. المهم سيطر عليها المس حتى غيب العقل. النهاردة زي ما احنا بنقول ان الجن بيخليك تفقد عقلك، بيخليك تفقد السيطرة، بيخليك انك انت مش عارف تعمل ايه او تسوي ايه. البنت دي اتعرضت، ولما عملت لها الجلسة وبينت انها عندها مس، وكان عندها مس قوي جدا جدا، وكان المفروض انها تتابع معانا عشان تتعافى وتخرج خارج هذه الدائرة. صحيت محافظة الشرقية على فاجعة لم يسبق لها مثيل، ما حصلتش قبل كده. صحيوا ان الام اكلت البنت الصغيرة. ازاي؟ دخلوا على هذه الفتاة فوجدوها قد ذبحت الصغير، وضعته في إناء، وأرادت أن تضهيه وأرادت أن تأكله. مصيبة بكل المقاييس. احنا مش في جزيرة إبستن النهاردة، لا، احنا نتكلم عن واقع حدث مع فتاة مصابة بالمس الشيطاني، وقد سيطر هذا المس الشيطاني على هذه الفتاة، فجعل الفتاة تأكل ابنتها أو رضيعتها، تأكل فلذة كبدها، تأكل أعز ما تملك. دي مصيبة بكل المقاييس. الموضوع كان فجعة كبيرة في محافظة الشرقية، الموضوع عمل ضجة إعلامية كبيرة، ولكن الشاهد في الموضوع أن المس يسيطر على عقل الإنسان، فيجعل العقل يغيب، فيجعل الإنسان يفعل أمور لا يلقي لها بالا. يعني كان من فترة نزلت لعبة الحوت الأزرق، وكان من الأساليب بتاعة اللعبة إنها تخليك تطلع فوق البيت الساعة 2 بالليل، وإنها تخليك بعد كده الخطوة اللي بعد كده أنت طبعا هتطلع فوق البيت وتصور نفسك وتنزل عشان تروح للمستوى الآخر. تكتب على إيدك بمشرط أو بسكين، المهم إن الدم يطلع، وتصور وتروح للمشهد اللي بعد كده. هذه يعني لعبة إجرامية توصل بالإنسان للأذى الشيطاني وللمس الشيطاني. وكان صانع هذه الألعاب ساحرا محترف، وأراد أن يدمر الكثير من شباب البشرية. المهم أن هذه الفتاة سجنت وعرضت على أطباء وعرضت على معالجين، وتبين بالفعل أن من جعلها تفعل هذا الإصابة الروحانية التي كانت مصابة بها. ماذا لو استمرت الفتاة في العلاج؟ ماذا لو انتظمت الفتاة على العلاج؟ ما كان حدث كل هذا، وما جعلت الناس تعيش في مصائب كبيرة، وما أذت ابنتها وما فعلت. يعني هناك رابط قوي ما بين الإنسان والآخر من خلال القرين. فلذلك يعني لما بيكون في مصاب روحاني بإصابة روحانية من سحر أو مس أو حسد في البيت، ربما يكره، يعني واحد مثلا ربما يكره زوجته من ايه؟ من الإصابة اللي موجودة. واحد يكره أخوه من الإصابة اللي موجودة. واحد كان بار بأمه بعد كده بقى عاق بيها، عاق بوالديه، عاق بأبوه من ايه؟ من الإصابة اللي موجودة. فهنا لما بيكون في إصابة وجب بل فرض عليك العلاج. اوعى تسيب مراتك عشان خاطر هي مصابة، لا، عالجها. يعني كان عندنا حالة في المركز من فترة، زوجين خلاص هم هيتطلقوا وهينفصلوا، كل واحد يروح لحاله. فواحد ابن حلال شرع عليهم، قال لهم يا جماعه والله انا اعرف حد كويس اسمه الشيخ عرفة عبد الستار، ورقم تليفونه اهو، تواصلوا معاه وروحوا له. ولو قال ما عندكمش حاجه فبالتالي انفصلوا واتطلقوا، كل واحد يروح لحاله. طب لو قال ان عندكم حاجه، لا، تعالجوا، تخرجوا. ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. ليه تتطلقوا؟ ليه تنفصلوا؟ لا، تعالجوا احسن. ماشي. المهم جو الزوجين وعملنا الجلسة بتاعتنا، وتبين أن عندهم سحر تفريق. عانوا كتير في الجلسة وتعبوا كتير، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى تم
فك السحر الموجود وتصالح الزوجين ولم ينفصلوا إلى الآن، وبفضل الله سبحانه وتعالى على تواصل طيب أنا وهم، وأمورهم أصبحت طيبة. يعني اللي محتاج يشوف نماذج كثيرة ممكن يتابع على صفحتي الشخصية أو على صفحة القناة اعرف دينك، هتلاقي نماذج كثيرة لحالات تعافت وحالات ما زالت تسير في طريق العلاج وفي رحلة العلاج. فهذه الإصابات ربما تدمر الإنسان تدميرا بالغا. يعني النهاردة واحد عنده ابنه أو عنده بنته أو عنده زوجته عندها إصابة روحانية موجودة ومش مدور عليها تتعالج ولا ما تتعالجش، وإن الكلام ده مش موجود، وإن الإهمال في العلاج يؤدي إلى مصائب كارثية. يعني النهاردة المسحور أو المصاب بيبقى شخص مغيب، شخص مش مدرك هو بيعمل إيه، شخص يعني النهاردة الإصابة الروحانية بتوصل الإنسان إن هو يفعل الكبائر من المعاصي، لأن الشيطان والجن يحب هذا. توصل الإنسان أن يكون عاق بين والديه، توصل الزوج أن يكون ظالم لزوجته، توصل الرجل أن يكون يعني آكلا للحقوق، معاملة سيئة. كل ده بيكون من الإصابة الروحانية. طيب أنا لماذا يتوقف الساحر في رمضان؟ قلنا قبل كده لكثرة العبادة ولكثرة الصلاة ولكثرة الصوم، وأن الشوارع مليئة بالطاعات. بما أننا في شهر رمضان وفي ناس بتذبح أضاحي لله سبحانه وتعالى، وإحنا يعني بعد رمضان عيد الفطر وبعدها سندخل في عيد الأضحى، والفيديو بتاع كل سنة وبنزله كل سنة، وهفضل أوعي الناس على عظمة اللوح أو عظمة الكتف التي يستخدمها الساحر لصنع سحره، التي يستخدمها الساحر لجرمه وطغيانه. طيب ليه العظمة دي بالذات في الذبيحة؟ هذا مطلب من الساحر، هذا مطلب من الساحر اللي هو عايز يعمل العمل، اللي بيروح مثلا للساحر أنا عايزك تعمل لي عمل تفريق أو عمل محبة أو عمل أيا كان نوع السحر لفلان، فيقول له أنا عايز عظمة اللوح. طيب الساحر بيقول الكلام ده من تلقاء نفسه؟ لا، الساحر بيقول الكلام ده من تلقاء الجان، وهذه العظمة المحببة لدى الجان. فلذلك بيقولوا للساحر احنا عايزين عظمة اللوح، والساحر يقول راح له عشان يعمل السحر أنا عايز عظمة اللوح، فبالتالي بيجيب له عظمة اللوح أو عظمة الكتف وينفذ عليها السحر. طيب نوقف الموضوع ده ازاي؟ او نبطل الموضوع ده ازاي؟ او ما نديش الساحر او اللي هو عايز يسحر الناس اللي هو عايزه ازاي؟ ان احنا نكسر عظمة اللوح. اذا كسرت عظمة اللوح او عظمة الكتف خلاص لن يستطيع ان يفعل عليها سحر، خلاص هي كده باظت، ما عادش تنفع، ما عادش ينفع يعمل عليها سحر ولا عاد ينفع يعمل عليها اي حاجة، فبالتالي هو ما عادش هيستفاد منها. انت النهارده هتضحي مثلا في رمضان، هتذبح ذبيحه وتوزعها لله سبحانه وتعالى، هتذبح ذبيحه لاهل بيتك، يا ريت لو انت مثلا انت اللي هتذبح بنفسك تجيب عظمه اللوح وعظمه الكتف، والناس اللي بتذبح وبتمارس مهنه ذبح الاضاحي سواء من بقر او من جاموس او من ضاني او ماعز او غيرها، عارفين عظمه اللوح وعظمه الكتف. فوانت لما تذبح وتمام وجيت عند العظمه دي اكسرها بالسطور وارميها، خلاص هي ما عادش ليها لازمه ولا عاد ليها اي قيمه. طيب لو انت بتجيب جزار يذبح لك في بيتك او في شركتك او في مزرعتك ايا كان نوع الذبيحه لاي حاجه، سواء لمولود او لرمضان او انك انت هتوزعها او انك انت هتعمل بيها مائده، هتقول للجزار طلع لي عظمه اللوح وتكسرها انت بنفسك، او تخلي الجزار يكسرها قدامك، المهم ان هو يكسرها قدام عينك. لان احيانا الجزار بياخد العظمه دي وبيبيعها بارقام مبالغ فيها، يعني في ناس بتاخد العظمه دي ب 5000 وب 10000 وب 15000، فبياخد العظمه دي وبيبيعها بارقام مبالغ فيها. والنهارده الجزارين اللي هم بيتعاملوا في الموضوع ده وبيبيعوا الكلام ده حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، فبيبقى الناس او السحرة عارفينهم. يعني مثلا انت عايز عظمة لوحة يقول لك روح للجزار الفلاني هيديها لك، وبيكون في نسبة ما بينه وما بين الجزار، عامل له عمولة بقى عشان الراجل بيبعت له شغل. فانت عشان تتفادى موضوع العظمة ده خالص يبقى انت تكسرها بنفسك او تخلي الجزار يكسرها قدامك. طيب بعد ما يكسرها لو هياخد خليه ياخد، يا خلاص طالما انكسرت
وكسر يكون كسر بين، كسر كبير ظاهر. طالما انكسرت ما عادش هينفع فيها حاجة. وهسيب لكم صورة العظمة دي تحت الفيديو إن شاء الله. من أغرب يعني الحالات اللي مرت علينا، أو من القصص اللي مرت عليا، كنت في مرة برقي حالة فكانت مصابة بالتلبس بالجن. حضر عليها الجن فظل يتحدث ويتكلم معي. الجن بيتكلم معايا ماشي، وده شيء أنا مش بفضله في العموم، لا معايا ولا مع غيري. يعني مش بنصح المعالجين ولا الرقاة إن هم يتحدثوا مع الجن، لأن الجن في الأصل يكذب، ليس له قيمة. يعني احنا انك انت تتحدث مع الجن، هو مش مثلا بني آدم فانت هتتكلم وتتحاور معاه، ولا اتنين متخانقين مع بعض فانت هتتكلم عشان تفض النزاع. الموضوع ده غير صحيح. ولكن انت من الافضل انك انت ما تتحدثش معاه كثيرا، لانه لو كان في جمع من الناس هيعمل فتنة. يعني لو كان في جمع من الناس هيعمل فتنة. تمام. المهم الجن قال لي أنا هنطلع من الحالة وهدخل فيك أنت. هتدخل فيها؟ قال هدخل فيك أنت. طبعا مفيش حد كبير على الإصابة، مفيش حد كبير إن هو ما يتأذاش، مفيش حد كبير إن هو لا. أي حد معرض للإصابة، أي حد أيا كان قوته كمعالج معرض إن هو ينصاب من الجن. بل أكثر الناس إصابة المعالجين، وإحنا بنمر بده كتير قوي. وعلى ما اعتقد مسلسل المداح بيعرض صورة المعالجين بشكل كبير، وانتم شايفين صبر المداح يخلص من مصيبة يدخل في مصيبة أكبر منها، وما يتحمله المداح لن يستطيع أحد على تحمله. وده بيعرض صورة المعالجين على مر الزمان. طيب قال لي أنا هنطلع من الحالة وهندخل فيك أنت. دلوقتي، وده يا ريت المعالجين والرقاة يركزوا معايا في الجزئية دي لأنها هتفيدهم. وممكن يحصل معاك الكلام ده لو انت تحاورت مع الجن. هنطلع من الحالة وندخل فيك انت. فانت هنا لو حسك اتهزيت هيلبسك، لو حسك انك خفت هيأذيك. طبيعي انك انت عشان تتعامل مع العالم الاخر وتعمل في مجال العلاج لازم تكون يتوفر اليك عدة اشياء. اولها ان تكون عندك علما ودراية بكيف تتعامل مع الجن. انك انت تكون محصن نفسك، ده شيء مهم. انك انت تكون قوي الشخصية، قوي الايمان، عندك عزيمة، عندك ارادة، ان هو ما يقدرش يخترق الجدار اللي بينك وبينه. لانه لو اخترق الجدار مصيبة، هيبهدلك وهينتقم منك هو وعشيرته كلها، لانك انت شغال في مجال بيعارض مبادئهم وتقاليدهم وكل شيء. انت النهارده بتدمرهم، فهم مش عايزين كده، انت بينك وبينهم حرب. فقلت له خلاص مفيش مشكله، بكل ثقه وبكل هدوء قلت له مفيش مشكله. عايز تدخل فيا؟ قال لي اه. قلت له خلاص اطلع من الحاله وادخل فيا انا. شويه حضر على الحاله تاني وبقى يبكي. قلت له ما دخلتش ليه؟ قال لي لقيت جدار من حديد لن استطيع خرق هذا الجدار. طيب الجدار ده بيكون ايه؟ الجدار ده بيكون هالة نورانية تدور حول الشخص، سواء من صلاة أو من زكاة أو من صدقة أو من عمرة أو من طوافا بالبيت أو من عمل صالح أو من دعوة صالح أو من دعوة أحد الفقراء والمساكين أو من رفع أذى عن الطريق أو من مصالحة بين الناس. كل الأشياء دي تعمل هالة نورانية، حاجز من حديد بينك وبين أي إصابة روحانية. لن يستطيعوا أن يؤذوك ولن يستطيعوا أن يدمروا. كنا في مرة في الصعيد أنا وأحد الإخوة المعالجين. المهم يعني حضرت المرأة المصابة فحضر عليها الجن، فظل أخي المعالج يتحدث مع الجن. نصحته أن لا يتحدث مع الجن، ولكن ظل يتحدث مع الجن. وكان يعني المضيفة بتاعت الناس اللي احنا عندهم مليانة بالناس، أهل الفتاة وأهل الرجل وقاعدين. فالجن قال إيه؟ قال أنتوا عايزين أقول لكم على اللي سحرتها مين؟ فالناس ذهلوا وبقى عندهم فضول. ماشي قول قول. حتى المعالج نفسه قلت له بلاش،
لأن الجن في الأصل يكذب. الجن أراد الفتنة، أراد أن يدمر الناس، أراد أن يدمر العائلة، عايز الناس كلها تدخل في بعض. فقال فلانة هي اللي سحرتها وعملت لها العمل في اليوم الفلاني وعملت لها العمل على كذا وأصابتها بكذا. هو هنا بيستدل من خلال القرين. القرين يعلم عنك كل شيء منذ ولادتك، يعني القرين يعرف عنك كل حاجة. القرين فيه حاجات ممكن انت تكون نسيها فهو يعرفها عنك. فهو استدل من خلال القرين ان في مشاجرة حصلت من فترة ما بين دي وما بين دي، فقال ان فلانة دي هي اللي عملت. فلانة مظلومة ما عملتش حاجة. طيب أهل المسحورة وأهل اللي قال عليها الجن في اليوم ده عشان نخلصوا الموضوع ما بينهم هما الاثنين، احنا رايحين عشان نعالج حالة، بقينا مراضي بنصالح ما بين الناس وبعضها. ما عادش قصة الحلقات. عشان اقنعهم، الكلام ده كان تقريبا الساعة 1 ظهرا، عشان اقنعهم ان الجن يكذب، وعشان اثبت لهم ان هو فعلا بيكذب، وعشان اوضح الصورة الحقيقية اللي غايبة عنهم. احنا الموضوع يمكن خلص على الساعة 11 بالليل، يعني احنا خدنا ما يقرب من 11 ساعة او 12 ساعة عشان نفهم الناس ان الجن كاذب. الجن يعني ما أراد من اللي هو بيعمله ده كله إلا إن هو يدمر الناس ويهلك الناس ويعمل فتنة ما بين الناس ويعمل ذريعة ما بين الناس، ذريعة شر أن تخرب بيوت الناس وتدمر بيوتهم. النهاردة هو اللي عمل السحر ده هو ما قالكش عليه، هو قالك على حد تاني مظلوم، فأنت تتجاهل اللي هو عامل السحر، تمام، وتروح للي هو المظلوم. يبقى هو هنا حمى التاني اللي هو تبعه، اللي هو بيساعده، اللي هو عايز يدمر الناس ويهلك الناس بالأسحار وبالأعمال، ووداك لحد تاني مظلوم. يبقى هنا هو كسب، لأنه هو عمل حرب داخلية ما بين. ومش بنصح، يعني حتة كده ناخدوها واحنا ماشيين، مش بنصح أي حد إن هو يدور على اسم اللي سحره، لأنه والله لن يصدقك القول، عمره ما يصدقك في القول أبدا، لا الجن ولا اللي هيقول لك من خلال الجن، عمره ما هيصدقك. وما فيش حد دور ووصل فعليا للي هو سحره إلا وندم أشد الندم. يعني النهاردة أنا أعرف ناس دوروا وبحثوا يمينا ويسارا عشان يعرف مين اللي عامل له السحر، فلما وصل للي عامل له السحر ندم أشد الندم. ندم ليه؟ لأنه لن يأذيك الغريب. الغريب عمره ما يأذيك، الغريب ما يعرفكش عشان يأذيك. لن يأذيك الغريب. الغريب أنا دلوقتي أنا ما أعرفكش أأذيك ليه؟ لن يؤذيك الغريب. ولكن اللي دور إن مين اللي عامل له السحر لقى زوجته اللي عامله السحر. اللي دور مين اللي عامل له السحر لقى أخوه عشان الميراث اللي عامل له السحر. اللي دور مين اللي عامل له السحر لقى جاره المقرب ليه، لقى صاحبه اللي هو كل أنتيم، واللي هو كل يوم قاعدين شاربين أكلين مع بعض، في يوم من الأيام حطوا له نقطتين في العصير. فندم أشد الندم على خسارة. يعني ما تدورش على اللي عامل لك السحر قد ما تدور على علاج نفسك، على نجاة نفسك، على خروجك من هذه الدائرة المظلمة. يا إخوة إحنا يعني في بحر مظلم فيه الكثير. يعني أنت النهاردة لو دورت في موال العلاج وهتلاقي كل الناس لما هو بيلف كتير وبيتعب كتير وبينعرض كتير على دجالين وعلى مشاكل، التعافي بيتأخر ليه؟ لأنك أنت ماشي في طريق غلط، لأنك أنت في يوم كنت في الكنيسة، ويوم رحت للدير، ويوم رحت للمعبد، ويوم رحت للدجال، ويوم رحت للمشعوذ، ويوم أنت ماشي في طريق غلط. طريقك للعلاج هو طريق الله سبحانه وتعالى، طريقك للعلاج هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريقك للعلاج هو الطريق الصحيح السليم الذي أرشدنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. طب أنت انحرفت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جالس في يوم من الأيام، المهم